بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية بيجيلي عنها أسئلة كتير. رؤية اللص أو الحرامي في المنام. زي ما احنا قلنا قبل كده، الرؤى ديت بتكون يا إما مبشرة بالخير أو رؤى فيها إنذارات. لكن رؤية الحرامي دي من الرؤى اللي هي فيها إنذارات. لو شخص شاف حرامي في البيت، فده بيبقى إنذار على ارتكاب معاصي أو أخطاء. فده بتكون إنذار ليه إن هو يكون على حذر ويعيد حساباته مع نفسه. لو شخص في البيت مريض، وشاف إن شاف حرامي في البيت في رؤية، فده برضك إنذار بمرض الشخص اللي هو المريض، مرض شديد، وممكن يؤدي إلى الوفاة، لأن من تفسيرات اللص في المنام إن هو ملك الموت، والله أعلم وأعلم. بالنسبة لو شخص حلم إن هو سرق حاجة من حد أو هو اللي حرامي، فده معناها إن هو ده شخص بيتجسس على الآخرين. يعني ده إنذار ليه إن هو ما يتجسس أو يتبع أسرار الناس، أو يعرف إيه اللي عندهم من غير ما هم يحسوا. فده بيبقى إنذار للشخص الرائي. لكن لو شخص هاجم حرامي في البيت، يعني مثلا حلم ان في لص او حرامي وهو بيهاجمه، فدوت بشرة خير للرائي ان هو هيقدر يتغلب على مشاكله، وان هو اموره هتتيسر، بس بعد مشقة يعني، بس الامور هتتيسر ليه بإذن الله بالخير. ده بالنسبة لرؤية اللص في المنام. لو أخد حاجة، أو لو أخد حاجة، قلنا ده إنذار شؤم، يعني ده مش حلو بالنسبة للرائي. لكن لو الرائي هاجمه وقدر إن هو يسيطر عليه ويطرده من البيت، فده بشرة خير لتغلبه على المشاكل وعلى الهموم. ويا رب يبعد عننا أي شر وأي هم. وزي ما قلت لكم، احنا ما ناخدش الأحلام كده هباء، يعني لو جايلنا الرؤى في رسالة معينة ومفسرة، نحاول ان احنا ناخدها بعين الاعتبار ونهتم بيها، لان دي بتبقى فيها انذار لينا وتنبيه ان احنا نحاول نكون على حذر في الفترة اللي جاية. لو هي فيها انذار، ما نتسرعش في قراراتنا. نحاول ان احنا امورنا ناخدها بتفكير اعمق من كده. ويا رب يبعد عننا اي اذى واي شر، ويجيب لنا الخير والفرح يا رب، ويجعلني دايما ابشركم بالخير.